الساعة خلاص بتقرب من المغرب، والكل بيجري والتوتر مالي الشوارع. وأنا كنت واقفة في السوق بجيب طلبات ناقصة للفطار، وكان التعب واصل لآخره معايا. شفت ياسين، طفل صغير شغال في محل بسيط، وشه كان مليان براءة وشقة وتعب. فجأة لقيت واحد مستعجل بدأ يزعق له بصوت عالي عشان اتأخر عليه في الطلب. ليه متأخر؟ الولد عينه دمعت، وفي اللحظة دي حسيت إن قلبي هو اللي اتكسر مش هو. ما قدرتش أمشي، كان لازم أعمل أي حاجة تمسح الوجع ده من على وشه. طلعت من شنطتي شوكولاتة كنت شايلاها لنفسي، وقلت له أنت بطل يا ياسين، لولاك ما كانش حد عرف يفطر النهاردة. أنت بتعمل حاجة عظيمة. في ثانية لمعة الفرحة رجعت لعينه، وضحكته نورت المكان كله. أنا رجعت البيت وأنا مبسوطة لأني جبرت بخاطره. صدقوني جبر الخواطر بيسعدنا احنا كمان زي ما بيسعد غيرنا. فطارنا النهارده مش بس أكل، فطارنا كان جبر خاطر، وده ألذ طعم في الدنيا. رمضان فرصة نكون طبطبة لبعض. خليك انت الخير. كل سنة وانتم طيبين. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وشير ومتابعة لطبطبة روح علشان الخير والطبطبة توصل للجميع. بحبكم.